السلام عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده تورتيه صغننه كده حلوه. بالمكونات سهله والطريقه سهله قوي. بدقيق الاسبونج. ده نص كيلو دقيق اسبونج بني او ابيض زي ما انت عايزه. نص كيلو بياخد ستة بيض، 2 فانيليا. نص كوبايه ميه اللي هي الكوبايه بتاعت الشاي، كوبايه الشاي اللي هي المتوسطه اللي هما بيقولوا عليها مش عارفه 50 دي. نصها يعني 100 مللي، لو مج 200 مللي خدي نص. 100 مللي ميه، معلقه خل، معلقه خل صغيره. نص كيلو دقيق سبونج بياخد 6 بيض، 2 فانيليا او معلقه صغيره فانيليا، او نص معلقه فانيليا سايله الموجوده عندك. 100 مللي ميه، معلقه خل صغيره. هنيجي للكريم شانتيه، هعمله هو الاول عشان هعمل مكانه في الطبق بدل ما اقعد اغسل الطبق والمضرب وكده. هعمله هو الاول. معايا ده 8 كيلو كريم شانتيه. كميه الميه بقى انا ما بعايرهاش، انا بحط حبه صغيره ميه ساقعه او لبن، بس انا بحب احط الميه عشان الميه بتديني الطعم اللي هو بتاع الجاهز. هنحط حبه ميه ساقعه، حبه صغيره كده، ونضرب. لقيناها تخين بنزود ميه، نحط حبه صغيره. نضرب براحتنا خالص، عايز ميه نزوده ميه. كده تمام، كده خلصنا منه. اللي حابب يحط له معلقتين سكر بودره في الاول براحتك. حابه تحطي له معلقه كاكاو حطي، او تقسميه نصين تحطي نص ابيض ونص معلقه كاكاو مع النص التاني، حاجه ترجع لك. خلاص هشيل ده بقى، احطه في كيس الحلواني اللي هو القمع يعني، واحط مكانه اعمل البيض بقى والدقيق والكيكه بتاعتها. كده تمام، انا مش هشطف ولا اي حاجه خالص عادي. انما لو الطبق ما كانش فيه مكانه كريم شانتيه لازم يكون ناشف خالص، ما فيهوش نقطه ميه. انما الكريم شانتيه مفيش مشكله، حتى اهو مفيش مشكله. انما لو غسلاه لازم يبقى المضرب ناشف والطبق ناشف. هنحط بقى البيض والميه والفانيليا والخل وكله مع بعض. ادي 6 بيض وكيس فانيليا، وادي التاني. ممكن تحطي 3 4 براحتك يعني، بس مش اقل من كتير. و100 مللي ميه اللي هو نص كوبايه، نص كوبايه اللي هي بتاعت الشاي. هنحط معلقه خل صغيره، وعشان نعرف نحط المعلقه ما نكترش، ممكن محسن كيك، يا محسن كيك يا خل، بس الخل موجود في البيت. دي معلقه صغيره بس، خلاص على كده. هفضي بقى الدقيق، وادي الدقيق كله على بعضه بقى. دي طريقتها اسهل من اللي بتعمل بالدقيق العادي، وتفصلي البيض لوحده وتكفر البياض لوحده والبياض لوحده، وتضربي ده وتضربي ده، ولا تنجح يا ما تنجحش. لا دي ما شاء الله بتنجح على طول. بس هنضربها بقى ضرب ايه؟ تقعدي تضربي في المضرب، لازم مضرب كهرباء او عجان. ما ينفعش يدوي. يدوي دي ممكن تقعدي تضربي مش اقل من تلت ساعه، ما بتديش النتيجه اللي هي برضو يعني. انما مضرب الكهرباء بتضربي حوالي مش اقل من 10 دقايق يعني، كتير، تضربي كتير لحد ما العجينه تعمل منقار كده. بس نهبط الدقيق الاول وبعدين نشغل المضرب، عشان لو شغلناه الدنيا هتتقلب بقى ويطير. ودي طار اهو عشان انا مش مركزه. كده تبقى التقل ده، كل ما تضربي فيها اكتر تديكي نتيجه احسن. انا جربتها مره في الخلاط، قلت عشان اعملها لكم، بس جربتها من غير ما اصورها، لا ما كانتش حلوه. ايه ماشي، كانت هشه كل حاجه، بس مش مدياني النتيجه المظبوطه يعني، تحس ان هي مدكوكه شويه، مش مدياني النتيجه الحلوه. نصبها بقى، هي كده بقى، شوفوا تنزل بصعوبه ازاي. هي دي كده النتيجه المظبوطه. اللهم صل على النبي. كده تمام. شوفوا يعني التعريج اللي فيها دي تبين ان هي ناجحه، ان هي مضروبه كويس. انما لو كانت سايله في بعضيها يبقى مش هتديكي نتيجه كويسه. هي مجرد ما تخش الفرن هتساوي نفسها وهتبقى 100 100.
نولع الفرن قبلها يعني ب5 دقايق على درجه حراره 180. الرف اللي في النص بتقعد 45 دقيقه. بعد ال 45 دقيقه ما نفتحش عليها اثناء ال 45 دقيقه نهائي. ساعه ما نفتح عليها بعد 45 دقيقه نجرب نبدا نشتغل فيها. ما نشتغلش وهي سخنه ابدا. بصي مش عايزه ادوس اكتر من كده عشان ما تهبطش. بعد ما تبرد خالص تاخد لها زي ما تاخد البوم تبقى بارده تماما، قلبتها تقلبيها على مصفى على منخل اي حاجه. هنشيل بقى الورقه دي. شوفوا الصينيه مكان الورقه مفيش اي حاجه، الحته بس اللي مفيهاش ورق هي اللي بتبقى. اقسميها على 2 على 3 براحتك. انا هقسمها على 3. السكينه المشرشره الطويله دي. بسم الله الرحمن اي حاجه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي اول رق. هعمل الرق التاني. نبدا بقى ايه نفنش وانا ونصيبي، ومحدش يعلق على التفنيش بتاعي لان انا الفينيش بتاعي تقدروا تقولوا عليه ايه مبيض محاره. نحاول نظبط من فوق كده يعني، وكل شويه نغسل السكينه دي عشان ما على يعني بما انه مبيض محاره يبقى ما تليطش الدنيا. حلوه حلوه باذن الله. نحط ورديه هنا كمان، نحط واحده كمان. هنعمل اي جو كده، اي حركات بقى. ما هو انا اللي هاكلها مش هنبيعها. طب والله حلو. ايه ده تبيني عبقريه ولا ايه؟ ايه ده شكلنا نجحنا يا جماعه. استنى ما نكملها بقى. بصوا يا جماعه بالنسبه لنا ده انجاز علمي او اعجاز علمي، مش عارفه بايه هي ايه بالظبط. بصوا الجمال. ايه ده ايه اللي انا عامله ده؟ معلش التصوير قبل كده هتلاقوه مغبش شويه، انا ما كنتش واخده بالي، بس لقيت الكاميرا كانت يعني من ايديا متبهدله، بس مش عارفه اعيد بقى يعني كده بجد. كتر خير جزانا الله كل خير. ده انا عملته هو كريم شانتيه برده، بس انا خفيته شويه بالميه بحيث ان هو ينزل من كيس عادي كده اهو. كيس مش يعني مش شرط كمان ان انت يبقى عندك اللي هو كيس كريم شانتيه ده خالص يعني. ايه رايكم؟ حطوا لي لايك بقى عشان انا دون يعني حاجه عبقريه والله. والله ان انا افنش كده انا ماليش في التفنيش خالص. انا كبير يعمل صينيه بطاطس حلوه، صينيه جلاش، يا سلام بقى لو يوم ما اعمل مثلا صينيه رقاق. ده ايه ده كده. انما تورتايه كبيره عليا كبيره، بس عملتها الحمد لله. حطوا لي لايك ويا رب تكونوا استفدتوا باي حاجه. هي دي كده التورتيه دي اتكلفت لها بسكوت يعني، هتطلع باذن الله حلوه زي العسل، وكفايه ان هي تبقى ايه كده تحسي ان انت عملتي حاجه. انا دلوقتي حاسه ان انا عملت حاجه يعني، عايزه انا اصورها ما حدش يجي جنبيها. يلا حطي لي لايك. سلام عليكم.